أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن السرطان، بس من منظور مختلف خالص. تخيلوا معايا كده إن السرطان مش مجرد مرض، لأ، هو عبارة عن خلية واحدة بس اكتسبت مجموعة من القدرات الخارقة. طيب السؤال المهم هنا هو إزاي خلية عادية خالص ومنضبطة بتتحول فجأة لواحد من أشرس أعداء الجسم؟ يعني إيه اللي بيحصل يخليها تعمل التمرد البيولوجي ده كله؟ الإجابة ببساطة شديدة إنها بتتعلم تكسر القواعد، كل القواعد. العلماء بيسموا القدرات دي بصمات السرطان أو الهولماركس أوف كانسر. يعني نقدر نقول إنها عاملة زي كتالوج القوى الخارقة اللي بيحكي قصة ميلاد الشرير ده. طيب خلونا نبدأ بأول وأهم قوة خارقة، محرك النمو اللي ما بيقفش. عشان نبسط الموضوع خلونا نشبهها بعربية. الخلية الطبيعية دي عاملة زي عربية منضبطة. إشارات النمو هي دواسة البنزين، لازم تدوس عليها عشان تتحرك. وكوابح النمو هي الفرامل وشغالة 100 100. الخلية السرطانية بقى عملت إيه؟ قطعت سلك الفرامل خالص ودواسة البنزين فضلت دايسة على آخرها، والنتيجة نمو مستمر خارج عن أي سيطرة. بس النمو السريع ده لوحده مش كفاية خالص. عشان الخلية السرطانية تبقى خطر حقيقي كانت محتاجة قوة تانية، قوة تخليها تخدع الموت نفسه وتوصل لخلود بيولوجي. شوفوا، أي خلية طبيعية في جسمنا ليها زي تاريخ صلاحية، يعني ليها عدد معين من الانقسامات وبعدها خلاص بتقف وتموت. الخلايا السرطانية بقى لقت طريقة تمسح بيها تاريخ الصلاحية ده تماماً. طب بتعمل كده إزاي؟ السر كله في حاجة اسمها التيلوميرات. تخيلوها كده زي الحتة البلاستيك اللي في آخر رباط الجزمة، هي دي اللي بتحمي نهايات الكروموسومات بتاعتنا. ومع كل مرة الخلية بتنقسم، الحتت دي بتقصر شوية بشوية. ولما الأغطية الواقية دي بتختفي تماماً، الكروموسومات بتبدأ تلزق في بعض، وده بيدي إشارة للخلية إن وقتها انتهى، خلاص كده، دي نهاية طبيعية ومبرمجة. بس السرطان طبعاً عنده الحل، بينشط إنزيم مخصوص اسمه التيلوميريز. الإنزيم ده عامل بالظبط زي طقم تصليح، كل شوية يرجع يبني التيلوميرات دي ويطولها، والنتيجة قدرة لا نهائية على التكاثر، يعني ببساطة خلود على مستوى الخلية. تمام. دلوقتي بقى معانا خلية سرطانية بتنمو بلا توقف ومش بتموت. إيه خطوتها الجاية؟ الغزو والتوسع، لازم تبني إمبراطوريتها الخاصة. وده بيتم على 3 خطوات. أولاً الاختراق، ودي لما بتكسر الحواجز اللي حواليها في النسيج. تانياً الانتشار أو الميتاستاسيس، ودي المرحلة اللي بتسافر فيها عن طريق الدم عشان تروح أماكن جديدة. وأخيراً تكوين الأوعية الدموية، وهنا بتخضع الجسم عشان يبني لها شبكة إمداد خاصة بيها توصل لها كل الغذاء والموارد اللي هي عايزاها. بس القوة الحقيقية للسرطان مش بس في النمو والغزو، لأ، قوته الأكبر بتظهر في الخداع، في قدرته المذهلة إنه يتلاعب بالبيئة اللي حواليه وبالجسم نفسه. عشان تقدر تعيش، الخلايا السرطانية لازم تبقى محترفة في فن التنكر، عشان تستخبى من جهاز المناعة اللي هو أصلاً وظيفته إنه يقضي على أي جسم غريب أو خلية متمردة. وبتعمل ده بطرق مكرة جدا. ممكن تخبي هويتها بإنها تشيل العلامات اللي على سطحها، أو تبعتها إشارات تقول لخلايا المناعة محدش يهاجمني. ممكن كمان تفرز مواد تكتف الخلايا المناعية وتخليها ما تشتغلش. والأذكى من كل ده إنها بتخلق حواليها بيئة ملتهبة، وبدل ما الالتهاب ده يضرها، هي بتستغله لصالحها عشان تنمو أسرع. أي إمبراطورية بتكبر محتاجة وقود، والسرطان بيعمل إعادة برمجة كاملة لعملية الأيض بتاعته عشان يضمن إن الوقود ده متاح على طول. هنا بقى العلماء لاحظوا ظاهرة محيرة جدا معروفة بتأثير ووربرج. ببساطة الخلية السرطانية بتفضل تستخدم مسار طاقة سريع جدا بس مفيش فيه كفاءة، اسمه تحلل السكر، والغريب إنها بتعمل كده حتى لو الأكسجين متوفر. المقارنة دي هتوضح كل حاجة. الخلية الطبيعية بتستخدم الأكسجين عشان تنتج طاقة بكفاءة، أما الخلية السرطانية فدي بتشفط الجلوكوز بسرعة أكبر بكتير. طب ليه الإسراف ده؟ لأن هدفها مش بس الطاقة، هدفها هو السرعة، وإنها تلم المواد الخام زي الدهون والنيوكليوتيدات عشان تبني خلايا جديدة بوتيرة مجنونة. طيب بعد ما استعرضنا كل القوى الخارقة دي، إيه أهمية إننا نعرفها؟ الأهمية هنا إن المعرفة دي بتحول مجرد وصف للمشكلة لخريطة طريق للحل. كل قوة خارقة شفناها مع بعض دي هي في الأصل كانت قاعدة من قواعد الجسم السليمة، والخلية السرطانية اتعلمت إزاي تكسرها. دي مش أحداث عشوائية، لأ، دي قدرات اكتسبتها ونظمتها. وهي دي الخلاصة. الكتالوج ده مش مجرد وصف المشكلة، ده هو خريطة الطريق للحل.
فهم البصمات دي بيسمح للعلماء إنهم يطوروا علاجات ذكية تستهدف كل قوة خارقة من دول لوحدها. وده بيسيبنا في النهاية مع سؤال جوهري. لو كل دي هي أعظم نقاط قوة السرطان، مش ممكن تكون هي برضو